وحبايبي شلونكم شخباركم ان شاء الله بخير. اليوم احنا بمنطقة سوكو اللي قلت لكم عليها قبل فترة. هاي قرى، تعالوا وياي شوفوها كلش حلوة. نبدي بدايتها. هاي الشبوي، اشجار شبوي موجود بالعراق. من عنده هاي الاشجار يطلع ريحته كلش طيبة بس بالليل. هاي القرى، هاي هنا الشقق مالتهم، مو شقة مثلا بيت مستقل مثل هذا كلش رخيص يصير، اقل الورقة يعني. اما الشقق لا تصير غالية، لان دور غاز فاكيد تصير شوية غالية حدود الورقة. وهاي بداية سوكو، هم شوية تصير غالية. هسه اشوفكم القرى جوه تصير بيوتها كلش رخيصة. بقى هاي الشجرة مال تفاح لا تشوفوها، ما اعرف الشمس بعيني. بقى هسه مليانة تفاح، تفاح اكثر من الورق. هذا مو تفاح، هذا يمكن سفرجل ما ادري عرموط. تعالوا نكمل سوا انا وياكم. شوفوا الهدوء اللي هنا، كلش هدوء. لو اني عايشة هنا 24 ساعة كانت تلقوني نايمة، ما اقعد على هذا الهدوء. هذا جوز، انا من الورقة مالته، هاي ورقته عارفة ريحتها تجنن. شلون حلوة. تعال شوفوا هذا الآلو، وأقول الشجرة شلون مليانة أكثر من الورق. هذا الأصفر كله كلش كبيرة هي سوكو. تعالوا وياي نشوفها. هاي بيوت زجاجية، هذا هم اكو ناس جوا يمكن احتمال يزرعون، ما اعرف شو يسوون. احنا هم ردنا قبل فترة بيت هنا، بس انا ما يعجبني هيج مكانات اقعد، كلش بعيدة عن المدارس. هما اكو مدارس تركية يعني عادي، كل منطقة اكو مدرسة تركية واكو اسواق وكل شيء اكو، بس مدارس عراقية بعيدة تصير كلش عليهم. احب اكون قريبة على المركز. كان بعد دجاجات اقربهم. احنا بالعراق الظهرية لازم ننام، هم عكسنا يقعدون حتى شنو يشتغلون يزرعون. هاي بير حاطين هم بير، يزرعون يحصدون، يزقون الزرع. ها قبل فترة اجينا لهنا لهذا المكان سنمشي اني وخالتي، وشفنا فد عجوزة هنا
قاعدة تحصد وبتها وياها. قالت هاي بنتي، بنتها عمرها 70 وياها تمشي، وهي قرقمة عجوزة فد مرة قوة تمشي. يعني قبل فترة هم صورت سوكو، بس صورناه بالليل، صورته الساعة تقريبا 9 هيجي. هاي البناية جديدة، العام اجي انا وخالتي. هاي كانت شجرة التفاح واقع بالقاع، كنا شفناه اكثر من الورق بالقاع. كانت هاي العمارة بعدها بس الاساس مالتها هيكل، يعني هياكل. هسه كملت قعدوا بيها، بس هاي اللي بالنص الكتابة الصفراء للبيع. هاي هنا عراقيين ما يقعدون، لأنه العراقيين يحبون سوق، يحبون يعني مشترى. هنا اللي يقعد لازم عنده سيارة، لأن بعيدة كلش تصير عن المركز. هنا التفاح باعوش قد، هاي الشجرة باعوش قد دوتها وياتها. هاي مو هاي مال انجاز، هاي باعوش قد دوتها، بس باع التفاح ايش قد واقع بالقاع. باعوش قد، هما ما لهم علاقة. هذا يجي احد مثلا يلمه او يقطع من الاشجار، ما لهم علاقة. ذيك المرة انا دا اقطع زوجه كان يقول لي تعالوا طبوا بالمزرعة واخذوا. ليش تلمون هذا البرة تقطعون؟ شوفوا هاي الشجرة هم ما جوز باش كبرها. اشوفكم هاي الششمة مال ماي وقاعدين عليها. هنا اللي طب شوفوه غريب، بالون يباعون عليه، ما ادري شكو عبالك، لان يعرفون راسا العراقيين ويدرون بانه عراقيين ماكو هنا، فيقولك ايش عندك جاي. مرة ردنا هذا البيت همينه، ما قبلوا يعطون عيال العرب، قالوا ما يقبلون للعرب، ما ينطون لأن كان كلش جديد بعدها، يخافون عليه. تعالوا نشوفكم منه. بيوت دجاج وش قد حلوة، فوقاها مسوي لها مياه وردي واخضر. دجاجة لوق لها، هاي ايدي وقعت. هذا يقطين يمكن، او لهانة ما اعرف، يجوز لهانة لان وقتها هسه. وهذا خيار، انا شفت خياراية بس مدري وينها. هاي بيجا من بينه، ما تبين بالكاميرا. وذاك يمكن الشجر اللي ورا، او هو هذا يجوز شجر، اي شجر والله، لان ذيك الشجراية كبيرة. نطلع عين شوي تخوف، هاي راح يطلع لنا كلب. هذا البيت حلو، كل ما نجي كنا قاعد حج هنا، هسه ماكو، جمال ضالع.
بعد هنا ايش حاطين؟ ماعون اللي غاد عنا، علبة. هاي هنا يحطون حليب للبزازين، وهناك كورن فليكس، وهنا نفس الحالة بعد هم علبة حليب كورن فليكس، يعني بكل مكان بزازين.